من اكتر الحاجات اللي هتعمل استابلايزيشن للسكابولا هي الحركات اللي هتقرب اللوحين من بعض. السكابولا بتقرب من بعض، لكن لو الكتف عمل كمان اكسترنال روتيشن التقريب ده هيزيد. فانا من مصلحه ثبات اللوح ان الكتف يكون الرينج اوف موشن بتاع الاكسترنال روتيشن حلو. تعال نتفرج بدراع واحد، بدراع واحد. كوع مفروض اهو، ده الدراع. خد اللوحين على بعض في الاول كويس جدا. خلي ايدك تحت. خد اللوحين على بعض. ده اخري صح؟ كويس. لا ما تعملش اكستنشن، ها باللوحين بس. كويس. ابدا اعمل بقى اكسترنال روتيشن كمان 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 كمان، وخد بقى اللوحين على بعض كمان. شايفين التقارب؟ شايفين الكونتراكشن اللي حصل هنا؟ حجم الانقباض بدأ يحس بالمنطقة دي أكتر. لو أنت واقف هنا هتشوف حتى الدم اللي موجود في المنطقة دي بدأ يزيد أهو. غير هنا. ده بقى الأكتيفيشن. الاستاتيك كونتراكشن هو أكتر حاجة بتعلي الأكتيفيشن بالنسبة للعضلات.